هلو هلو، تعالوا نعمل غدا سهل وسريع، وصفة منجزة في الوقت، مش هتاخد منكم 10 دقايق زي اللي بناكلها في المطاعم واحلى كمان. بكتل فراخ بالكريمة والمشروم. وصفة بتتكلم عن نفسها، اختراع، مظبوطة جدا بأحلى تتبيلة ومستوية كويس، رهيبة وريحتها تجنن. شايفين؟ تعالوا اقولكم هنعملها مع بعض ازاي. انا هند ودي قناتي، ويلا بينا نبدأ الوصفة. للمقادير هنحتاج نص كيلو من صدور الفراخ متقطعة شرايح رفيعة زي كده. هنغسلها كويس بملح وليمون ونصفيها كويس من اي مية. هحط عليها نص معلقة ملح، نص معلقة فلفل اسود، نص معلقة توم باودر، ونص معلقة بصل باودر، ونص معلقة بابريكا. هنزل عليهم بربع كوباية زيت، زيت نباتي عادي او زيت زيتون اللي تفضلوه. في طاسة سخنة هنزل بالفراخ، هشوحها كويس وهسيبها تستوي تسوية كاملة. هسيبها لغاية لما تاخد لون بني على كل ناحية، لغاية لما توصل للدرجة دي كده هي مظبوطة جدا. في نفس الطاسة هنزل بمعلقة زبدة وعليها مشروم فريش متقطع شرايح، ممكن مشروم معلب بس الفريش بيكون طعمه احلى. هفضل اشوح فيه كويس، وبعد كده هنزل عليه برشة ملح ورشة فلفل اسود. هشوحه كويس لغاية لما يستوي كويس. بعد كده هنزل عليه بمعلقة دقيق، هقلب فيها كويس لغاية لما تختفي تماما. بعد كده هنزل بكوباية كريمة كبيرة، هسيبها تاخد غلوة. هنا كانت غلت. دي التركاية بتاعتي بقى، بيبي سبانخ كده صغيرة، بتديلها قيمة غذائية عالية وطعم تحفة. جربوها مش هتندموا. هنزل عليهم بمعلقة ليمون كبيرة، وبعد كده هرجع احط الفراخ تاني، هحط الكمية كلها عشان يرجع كله ياخد من طعم بعض. هسيبها تاخد غلوة واحدة كمان وبعد كده هطفي عليها. شايفين؟ شكلها يجنن. هنا كانت خلصت. الصوص بتاعها ده يا جماعة تحفة، ممكن تقدموها مع رز ابيض او مع مكرونة. اتمنى تجربوها ويا رب تعجبكم. بألف هنا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك وشير للفيديو وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا اشعار بكل وصفاتي، واشوفكم بخير في فيديو جديد.